السلام عليكم ومرحبا بكم مع شهيوات نوفل. وصفتنا اليوم هي عبارة على هذا البغرير بأسهل طريقة وسريع التحضير. تيجي على هذا الشكل هذا، تيجي رائع والمذاق ديالو تيجي لذيذ جدا. إلا عجبكم الفيديو لا تنسوا المشاركة في القناة شهيوات نوفل باش ديما يبقى يوصلكم الجديد. نتلاقاو مع المقادير وطريقة التحضير. للمقادير غادي نحتاج ملعقة صغيرة من خميرة الخبز، ملعقة كبيرة من السكر الخاشن، ملعقة صغيرة من البيكنج باودر اللي هي خميرة الحلوى، نصف ملعقة صغيرة من الملح، كوبين من السميدة الرقيقة اللي هي هذه اللي تنعملو في الحرشة، وكوب من الدقيق الابيض. وبالكوب اللي غادي عبرت به بالسميدة والدقيق هو اللي غادي نعبر به الماء. نبدا على بركة الله. في إناء نضيف كوبين من السميدة الرقيقة اللي هي هذه، كوب من الدقيق الأبيض، الملح، سكر، خميرة الخبز، والبيكنج باودر غادي نخليها في الأخير. الآن غادي نعبر الماء، كوب الأول، الكوب الثاني، والكوب الثالث. والآن نخلط. الآن غنخلط الخليط بالخلاط الكهربائي على هذا الشكل هذا. غادي نضيف نصف كوب من الماء، يعني غادي نستعمل 3 أكواب ونصف كما تلاحظوا، ونخلط مرة أخرى. تيجي على هذا الشكل هذا. الآن غنضيف البيكنج باودر اللي هي خميرة الحلوى ونخلط. تيجي على هذا الشكل هذا. الآن غادي نخبزو مباشرة، يعني ما غاديش نخليه يخمر. عندي هنا المقلة فوق النار باردة جدا على حرارة متوسطة، وغادي نضيف فيها الخليط على هذا الشكل هذا ونتركه حتى يطبخ.
بعد ما خبزت الاولى الان غادي نبرد المقله بالماء بارد على هذا الشكل هذا. ثم نمسحها، ثم نضيفها على النار ونضيف فيها الخليط ونتركه يطبخ مرة ثانية. كما تلاحظوا بدا يدير فقاعات في الجوانب ديالو على هذا الشكل هذا على حرارة متوسطة دائما. أعيد العملية مرة أخرى. عندي المقلاة باردة، غادي نحاول ما نقطعش باش تشوفوها ملي تبدا تطبطب من الاول حتى الاخير، والنتيجه النهائيه ديالها كيف تتولي. المذاق ديالو تيجي رائع جدا وسهل التحضير وسريع التحضير ايضا، ومكونات بسيطه. كما تلاحظوا بدا يدير فقاعات في الجوانب ديالو. تيجي رائع وتيجي ناجح 100%. نحاول نوضح لكم الصورة. يعني عندي النار هنا متوسطة على حرارة 5. تيجي على هذا الشكل هذا، تيجي رائع وتيجي خفيف جدا.